يا صباح الفل والهنا، جمعة مباركة علينا جميعًا إن شاء الله، وإن شاء الله النهارده النادي الأهلي والنادي الزمالك يقدموا لنا مباراة تكون تشرف الكرة المصرية، وتكون مباراة فنيًا عالية، والجمهور يقدم لنا لوحة فنية تحفة في المدرجات. وأنا حابب بس أتكلم في موضوع كده، في بعض الناس زاطت عليه بقى لها كام يوم أو من امبارح للنهارده في المؤتمر الصحفي. جماعة الصورة اللي أنتم شايفينها دي فيها داخل، بس الناس حاصل معاها لغط كتير ولغط كبير جدًا. إن أولًا بالنسبة للمايكات الكتير اللي موجودة عند الأهلي بتاعة القنوات والبانر اللي موجود ورا المدرب واللعيبة، بالنسبة للحاجات اللي مش متواجدة في صورة نادي الزمالك. نادي الزمالك عمل المؤتمر بتاعه الساعة 16:00، النادي الأهلي عمل المؤتمر الساعة 18:00. أولًا المايكات بتاعة القنوات اللي هي زايدة في المؤتمر بتاع النادي الأهلي دي كانت لسه واصلة، ما كانتش موجودة وقت ما المؤتمر بتاع نادي الزمالك. وبالنسبة للبانر اللي موجود ورا ده، يا جماعة دول مش رعاة النادي الأهلي، دي الرعاة بتوع نهائي كاس مصر في السعوديه. دول مش خص... مش مش رعاه مش الرعاه الخاصين بالنادي الاهلي. الفرق في القيمه التسويقيه وفي الرعاه بين الاهلي والزمالك مش محتاج ان حد يتكلم فيه، هو معروف الفوارق، ومعروف الفوارق دي موجوده ليه. بس يعني عشان بس الناس اللي حصل عندها لغط وتداخل في الموضوع، ده مش الرعاه بتاعت النادي الاهلي وملوش اي علاقه بالاهلي والزمالك، دي حاجات خاصه بالمؤتمر الصحفي. الزمالك عمل المؤتمر الصحفي بدري، المايكات دي ما كانتش لسه وصلت اللي موجوده على الترابيزه. وفي نفس الوقت البانر اللي موجود ورا النادي الاهلي ما كانش لسه تركب في المؤتمر بتاع نادي الزمالك، ودول الرعاة بتوع نهائي الكاس مش بتوع النادي الاهلي. علشان الناس اللي عندها لبس، هنتكلم فنيا في المباراة. هستناكم. سلام.